معتزل. مين قال معتزل؟ ده الكلام اللي اتنشر. ما هو اي حاجه بتتقال يا مغيب. عندنا في الاعلام في حاجات كتيره بتتقال لا اساس لها من الصح. مين قال انه هيعتزل؟ يعني انت عندك معلومه ان هو مش هيعتزل يعني؟ اي انا بقول لك اهو. على الاقل يا مهيب لو ده هيحصل كان الاتحاد الافريقي يعلن ان دي مباراه تكريميه لحكم كبير وحكم امين من الحكام الافارقه، واحنا بنكرمه في هذه المباراه ويعتزل زي ما بيحصل في اوروبا في ماتشات كتيره. تمام. يعني لازم الاول يعني. طب انت شايف ان يعني وان الحكم سؤال ممتاز. سؤال ممتاز. بص خلينا نتكلم بقى بمنطقيه. ودي حكم عنده خبرات. طب الاهلي قدم تظلم ضد الحكم ان هو ليه يحكم المباراه، هل ده حقيقي؟ ما اعتقدش. لا، النادي الاهلي اكبر كبير من انه يعمل كده. لم تصدر اي تظلمات من قبل النادي الاهلي او لا ما اعتقدش. تم ارسالها الى الفيفا لجنه الحكام يعني في الاتحاد الافريقي؟ لا ما وصلش حاجه من ده، والنادي الاهلي اكبر من كده بكتير الحقيقه. يا عم الاهلي اكبر من اي حد. انت اللي رجعك تاني؟ مش انت كنت موجود رئيس لجنه الحكام للدوري المصري ومشيناك؟ قال لك يا باشا رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي وانا اللي بعين الحكام. ده ناس تطلع لنا من الحنفيه. الرحمه من عندك يا رب. شباب جسمنا باظ احتواء وروح بروتوكول الحمى بقى. الموضوع مستفز. انت استفزيت قاعده جماهيريه كبيره كان ليها الفضل ان انت تكون بهذه الشهرة. الاهلي اللي شهرك يا عصام يا شوالي، الاهلي افتكر كده وارجع للشريط ابو تريكة على الاريكة خلاك تعمل اعلانات. تعليقك على مباراة النهائي للنادي الاهلي خلاك في مكانة تانية، خلاك معلق لوحدك الناس بتستناك. الاهلي ليه فضل كبير طبعا، انت راجل اجتهدت وشغال في مكان وحاجة زي الفل، لكن في مساهمة كبيرة جدا من هذا الجمهور اللي انت استفزيت جمهور الاهلي جامد جدا، وده غير مقبول لا للوداد ولا للرجاء ولا للترجي ولا مقبول من اي حد. حتى لو معلق مصري بيعلق على مباراه طرفها الترجي او الافريقي او النجم الساحلي امام الرجاء امام مولودية اي فرقه عربيه، غير مقبول تمام. تخيل يا عصام شوالي انت استفزيت مهيب عبد الهادي، بيقولوا عليك غير مهيب عبد الهادي مش هنزل من هنا، بيقولوا عليك غير ما بالك عملت ايه مع الاهلاويه؟ الزملكاوي استفزيته ليه كده؟ هو الحكام يعملوا معامله مرات الاب ليه؟ بلال علام وحاتم بطيشه وعصام الشوالي، فيش غير ايمن الكاشف والباقي بعد كده كل سنه طيب في الكنافه منه.